السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع مهم بزاف كيقيس كل واحد فينا. تخيل معايا عندك واحد الارض ولا دار ورثتيها ولا واحد الضيعه اللي كتمشي ليها، فجأة كيجي واحد القرار من الإدارة كيقول ليك راه بغينا هاد البقعة بالضبط حيت غنديروا فيها طريق سيار، جامعة، سبيطار. فهاد اللحظة شنو كيجي لبالك؟ واش غادي ياخدوها ليا بزز؟ واش هادشي قانوني؟ والأهم من كل شيء شحال غادي يعوضوني؟ واش داك التعويض غيكون عادل وكيساوي القيمة الحقيقية ديال داكشي اللي عندي؟ بزاف ديال المغاربة كيطيحوا في هذا الموقف ديال نزع الملكية للمنفعة العامة وكيتلفوا، ما كيعرفوش حقوقهم وشنو هي المراحل اللي خاصهم يتبعوا. في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على كل شيء. شنو كيقول الدستور المغربي على حماية ملكيتك، كيفاش كتم المسطرة من نهار الإعلان حتى تاخذ فلوسك، وخصوصا كيفاش تدافع على حقك في تعويض عادل إلا ما عجبكش العرض الأولي. إذا تبع معايا حتى الاخر حيت هادشي كيهم مستقبلك ومستقبل ممتلكاتك. إلا كنتي مهتم بأي حاجة عندها علاقة بالعقار في المغرب، شقق، ديور، فيلات، أراضي، البناء وحتى القوانين العقارية، ما تنساش دير واحد لايك وتشترك في القناة حيت هنا غادي تلقى المعلومات والنصائح اللي غادي تنفعك بزاف. إذن باش نفهموا هادشي مزيان، تخيل معايا واحد السيناريو. انت عندك أرض ولا دار ديالك والملك ديالك مضمون بالقانون والدستور، ياك؟ ولكن فجأة كتسمع باللي الدولة بغات هاد العقار بالضبط باش دير فيه شي مشروع. هنا كيبدا السؤال، واش هذه سرقة قانونية؟ واش ممكن ياخدوه ليا بلا ما نرضى؟ الجواب هو نزع الملكية اللي بالفرنسية كيسميوه اكسبروبرياسيون. هو ماشي سرقة، هو إجراء قانوني منظم كيديروا الدولة ولا الجماعات المحلية بحال الجهات والبلديات باش يقدروا ياخدوا بزز قانوني واحد العقار خاص بيك. علاش؟ بسبب واحد المصطلح اللي هو المفتاح، المنفعة العامة. شنو كتعني المنفعة العامة؟ سهلة، هي أي مشروع كبير كيخدم المصلحة ديال جميع المواطنين. بحالاش؟ بحال طريق سيار جديد ولا إنشاء محطة ديال القطار ولا مستشفى عمومي كبير ولا حتى شي مدرسة. هاد المشاريع ضرورية للتنمية. الدستور المغربي كيقول لك بصريح العبارة الملكية حق ديالك ومضمون، ولكن إذا كانت شي ضرورة قصوى اقتصادية ولا اجتماعية المصلحة ديال البلاد كاملة، فالقانون كيعطي الحق للدولة تدخل. غير هو هاد التدخل ماشي عشوائي، الشرط اللي ما فيهش النقاش واللي هو خط أحمر، خاص يكون تعويض عادل ومسبق. يعني العقد كيكون واضح، انت كتاخد حقك كامل وفلوسك، والدولة كتاخد العقار اللي غيخدم الناس كاملين. راه كاين واحد القانون خاص بهذا الشيء، هو القانون 7.81 ديال 1982 اللي كينظم كل شيء وكيضمن باللي هذا الشيء خاص يكون المنفعة عامة فعلية ماشي غير هضرة. خلاصة القول، حقك مضمون بالقانون، ولكن المنفعة العامة كتغلب والتعويض هو اللي كيوازن الكفة. هنا فين كيبدا الدور ديالك باش تحافظ على القيمة الحقيقية ديال حقك. يلا دابا ندخلوا في الصحيح. كيفاش هاد المسطرة كتمشي خطوة بخطوة؟ هي مقسومة على جوج المراحل سهلين بزاف. الأولى كنسميوها الإدارية، وهي مرحلة التفاهم أو المصالحة. فهاد المرحلة الإدارة، الوزارة ولا الجماعة كتقول لك أنا بغيت ندير واحد الطريق ولا مستشفى ضروري للمصلحة العامة، وهذا الشيء كيتسمى إعلان المنفعة العامة. هاد الإعلان هو بحال الضوء الخضر باش يبدا المشروع، وكيخرج في واحد الجريدة سميتها الجريدة الرسمية باش كيعرفوا نتوما الملياك باللي أرضكم معنية. الإدارة موراها كتحط واحد مقرر التخلي، وهذا الاسم المعقد كيعني غير لائحة الأراضي اللي غيحتاجوها بالضبط، وكتعطيك انت صاحب الأرض مهلة عادة 2 شهور باش تشوف هاد اللائحة وتدون أي ملاحظة ولا اعتراض عندك. هنا كيجي التقييم، واحد اللجنة مخلطة كتحسب الثمن ديال أرضك بناء على القيمة ديالها في السوق والموقع ديالها، وإلا عجبك هاد الثمن اللي اقترحوه كنوقعوا واحد محضر اتفاق وديال التراضي، وهنا كتاخد فلوسك في البلاصة فورا وكتسالى الحكاية بلا صداع. ولكن هنا كاين واحد السر، إلا قبلتي ووقعتي بالتراضي راه ما كتقدرش من بعد تعاود تراجع الثمن ولا تطعن فيه، كيتسمى اتفاق نهائي بيناتكم. إلا ما عجبكش الثمن المقترح وقلتي لا هادشي قليل وماشي حقي، كندوزوا للمرحلة الثانية اللي هي القضائية أو لا مرحلة النزاع. الإدارة واخا ما اتفقتيش معاها عندها الحق تطلب من المحكمة الإدارية باش تاخد الأرض مؤقتا باش ما يوقفش المشوار، وهذا الشيء كيتسمى
إذن بالحيازة، ولكن كضمان لحقك خاصها تحط الفلوس اللي اقترحت عليك في واحد البلاصة سميتها صندوق الإيداع والتدبير CDG، باش يكونوا محطوطين في البنكة بأمان حتى يتقرر شحال غتاخد بالضبط. المحكمة هي اللي كتقول الكلمة الأخرى، هي اللي كتعين واحد الخبير قضائي مستقل، يعني شي واحد ما عنده غرض لا مع الدولة لا معاك، باش يعاود يحسب القيمة الحقيقية والعادلة ديال أرضك. والأهم أن هذا الخبير كيحسب الثمن ماشي ديال اليوم، وإنما الثمن اللي كان نهار داروا هذا الإعلان للمنفعة العامة، باش ما تضيعش إلا طلع الثمن من بعد. والفلوس اللي كيقررها القاضي كتاخدها فورا ملي كيخرج الحكم النهائي. دابا ندويو على الأهم، شنو كيتضمن هذا التعويض العادل؟ راح ماشي غير الثمن ديال الأرض، وكاينين 3 الحوايج رئيسيين خاصكم تعرفوهم مزيان باش ما يتنصبش عليكم. أولا، القيمة الحقيقية للعقار، يعني الخبير اللي كتقررها المحكمة ماشي غير كيجي وكيعطي رقم من عنده، خاص يشوف الثمن السوق ديال العقار بحاله بالضبط في النهار اللي الدولة أعلنت فيه باللي باغت تاخد الأرض. هذه كنسميوها لحظة إعلان المنفعة العامة. وكينظر للموقع واش تجاري ولا سكني ولا فلاحي، وكيشوف حتى التطورات العمرانية المحيطة، يعني واش حداكم مشاريع جديدة اللي رفعت من القيمة ديال الأرض. وثانيا، أهم حاجة كينساوها الناس وهي الأضرار المباشرة. هذه كنقصدوا بها كل شيء الخسائر اللي غتوقع ليك بسبب نزع الملكية. فمثلا إلا كنت كتكري داك العقار ولا داير فيه شي مشروع اقتصادي خدام بحال معمل صغير، عندك الحق تاخد تعويض على خسارة الدخل وعلى الاستثمارات اللي درتيها في ديك البلاصة. وثالثا، خاص التعويض يغطي لك حتى مصاريف الانتقال أو لا إعادة التوطين، يعني إلا كان خاصك تبني دار جديدة ولا تنقل النشاط ديالك لبلاصة أخرى، خاص الدولة تعوضك حتى على هادشي كامل. خاص يضمن باللي نزع الملكية ما يخليكش تخسر فلوسك، بل يعطيك فرصة باش ترجع الوضعية بحال اللي كنتي فيها قبل ما ياخدوا لك أرضك. وزيادة على هادشي كاين واحد الحق خسري آخر اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس. إلا المشروع ديال المنفعة العامة اللي دارتو الدولة ما تخدمش وبقات الأرض محبوسة، القانون كيعطيك الحق تشوف واش تقدر تسترجع الملكية ديالك مرة أخرى، وهادشي كيتسمى حق الاسترجاع في حالة تخلي الإدارة على المشروع. والأكيد اللي خاصكم تبقاو عاقلين عليه هو أن بعض الأملاك ما يمكنش ليه الدولة تقرب لها أصلا كيف ما كان الحال، بحال المساجد، المقابر، المنشآت العسكرية، هادو محميين بقوة القانون وما كاينش فيهم نزع الملكية. دابا السؤال المهم اللي كيدور في بالكم اللي لاحظت فيكم، إلا جاوني وقالوا لي التعويض ديالك هو إكس درهم وأنا كنشوف باللي هادشي قليل بزاف وماشي حقي، شنو ندير؟ شوف معايا، أول حق عندك هو تمشي للقاضي الإداري، كنسميوه الطعن، يعني كتقول المحكمة الإدارية أنا ما متفقش مع التقييم الأولي ديال الإدارة. وهذه المحكمة الإدارية هي اللي كتفصل في المشاكل اللي كتكون بين المواطن والإدارة، ماشي المحكمة العادية. هنا فين كيبدا الشغل الحقيقي. أول حاجة غادي تطلبها من القاضي هي تعيين خبير مستقل جديد، ماشي ديال الإدارة، هذا كيكون محايد، وهذا الخبير هو اللي كيمشي ويشوف الأرض ديالك بعين المهنية وكيقيمها من جديد. وهنا خاص تكون موجد كاع الوثائق ديالك اللي كتبين القيمة الحقيقية ديال العقار ديالك، بحال فواتير الشراء ولا تقارير تقنية سابقة، حيث الدليل هو اللي كيحكم. والقانون كيعطي الحق للمحكمة باش تراجع التقدير الأول وتزيد لك في المبلغ ديال التعويض إلا تبت أن داكشي اللي عطاوك كان ناقص وماشي عادل. ولكن رد بالك مزيان لهاد النقطة اللي غادي نقول لك، هادشي كامل خاص يدار بسرعة البرق، حيث القانون كيحط أجل قصيرة بزاف اللي كتقدر توصل حتى ل 60 يوما باش تقدم الشكاية ديالك للمحكمة من بعد ما يصلك التبليغ الرسمي بالتقييم. إلا فات هاد المدة راه كتقدر تضيع حقك. وفي الأخير حتى إلا صدر حكم أول وما عجبكش المبلغ اللي حطته المحكمة، مازال عندك ضمانة أخيرة اللي هي حق الاستئناف والطعن بالنقد، يعني كتعاود دفع الملف المحكمة أعلى اللي كتزيد تراجع القرار. وهذا الشيء كله باش يتاكد القانون باللي التعويض اللي خديتيه هو التعويض العادل والمستحق ديالك انت. اذا كيف ما شفنا، نزع الملكيه ماشي ظلم ولا مصادره عشوائيه، وانما هو مسطره قانونيه منظمه ومؤطره بالدستور ديالنا اللي كيقول باللي حقك في الملكيه راه مضمون. ولكن الا كانت مصلحه عامه حقيقيه وكبيره بحال طريق ولا سبيطار، القانون كيعطي الاداره الحق باش تاخذ داك العقار. ولكن الشرط الأساسي والمهم هو تعويض يكون عادل، يعني خاصو يرجعك تقريبا نفس الوضعية المادية اللي كنت فيها قبل ما ياخدوا لك أرضك. وهذا الشيء اللي كيدير التوازن بين حاجيات الدولة في التنمية وحماية جيوب وحقوق المواطنين.
يعني ما يقدروش يديو لك شي حاجه بلا ما يعوضوك عليها بالثمن ديالها الحقيقي وحتى الاضرار المباشره اللي لحقاتك. لذلك اهم حاجه ليك هي ما تخافش وتوعى بحقوقك كامله، سواء في مرحله التراضي والتفاوض مع الاداره باش تفاهموا على ثمن معقول، او لا في مرحله القضاء الا بان لك انهم ما عطاوكش حقك باش تطلب خبير جديد وحكم عادل. دابا جاوبوني في التعليقات، واش كتعرف شي واحد دازت عليه مسطره تنزعيني الكيا؟ وشنو كانت تجربته مع التعويض؟ ما تنساش دير لايك للفيديو وتشترك في القناه باش يوصلك كل جديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي، بسلامه.